الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اهلا بكم مشاهدينا، وكل عام وانتم بخير، في عام جديد وبدايه سنه جديده يا رب تكون سعيده عليكم، وبتمنى لكم كل الخير وبتمنى تحققوا كل احلامكم. وبيشاركني الحلقه النهارده اصدقائي الاعلاميين. معايا الاعلاميه انجي بدر مقدمه برنامج براديو مصر، ومعايا الاعلامي محمد عباس مقدم برنامج براديو اف ام. اهلا بيكم، نورتوني. اهلا بيك يا لبنى، ده نور. وبتمنى ان حلقه النهارده ان شاء الله تكون فعلا جميله بوجودكم معايا ان شاء الله تعجب المشاهدين. اهلا بيك يا انجي. اهلا بيك يا وكل محمد. سنه وانتم طيبين وسنه سعيده يا رب عليكم وعلى المشاهدين المشاهدين وعلى الناس كلها ان شاء الله. طبعا احنا النهارده الحلقه بتاعتنا بنتكلم فيها عن التفاؤل والطاقه الايجابيه، وازاي ان احنا نبدا سنه جديده بتفاؤل، وان احنا نقول ان شاء الله ان السنه الجايه تكون احسن من السنه اللي فاتت، ونبدا بجد بتفاؤل وطاقه ايجابيه، وننسى خالص كل الحاجات وكل المشاكل اللي حصلت في السنه اللي فاتت. خلاص هي راحت، اللي راح، مش عايزين نرجع للماضي، عايزين نفكر في الجديد ونبدا سنه جديده، لان طبعا تفاءلوا بالخير تجدوه. فبتمنى ان احنا بقى بدعوه التفاؤل النهارده هنبدا بقى معاكم ان شاء الله النهارده في دعوه جديده للتفاؤل والطاقه الايجابيه هتاخدوها مننا، ويا رب نكون نقدر نوصل ولو حاجه بسيطه من اللي احنا نفسنا ان انتوا بجد تحسوا بيه. لا ان شاء الله هيحصل. انا بس عايزه اقول لك على ملحوظه يا لبنى، فكره السنه اللي بتفوت الناس تقعد تقول ايه، يلا 2016 مع السلامه غور، عارفه في الفاظ كده. فعايزه اقول لهم يا جماعه لا تصبوا الظهر، يعني ربنا بيقول كده لا تصبوا الظهر، فانا الظهر اقلب الليل والنهار. ففكره ان احنا نقعد نقول لا دي كانت سنه سخيفه، خلاص انت الخير والشر بالفعل خلاص مكتوب، واكيد شفنا فيها حاجات حلوه، هتشوف مش يعني مش كل السنه كانت فيها حاجات احداث سيئة، سلبيه، لا فيها اكيد حاجات حلوه كتير. في مثلا اللي في ناس مثلا في السنه اتجوز فيه ربنا كرمه مولود جديد، في نجح في حاجه، في بدا شغل جديد، في حاجات حصلت كويسه اكيد واحداث جميله. ليه بقى بننسى الحلو ونبدا نمسك في الوحش؟ بتبقى اقدار اصلا واحنا بنعيشها، هي مترتبه، واحداث كل حاجه مترتبه. كل انسان بيتولد معروف ان هو النهارده ايه، بكره ايه، بعده ايه، احداثه كلها في تسلسل، وهو بيمشي في الخط دوت من اول ما بيتولد لحد لما بيغادر الحياه. ف يعني هو كوكتيل، ما كل حاجه ماشيه مع بعضها. طبيعه الانسان الطبيعه ان لازم يبقى في حاجه وحشه وفي حدث حلو وفي حدث حزين. كل انسان في الخير والشر، في الطاقه الايجابيه وفي الطاقه السلبيه، في بيفرح بيحزن على حسب، زي ما في برضو ولاده، في برضو وفاه بيحصل، في احداث سعيده. المفروض ان احنا برضو يبقى عندنا مؤمنين بالقدر خيره وشره، يعني ده الرسول قال لنا المفروض ان احنا الايمان هو الايمان بالقدر خيره وشره. لكن احنا للاسف اول ما يجي لنا خير نبقى مبسوطين، جالنا شر يا ساتر يا رب ليه، ونزعل ونتضايق ونعمل مشكله. للاسف ما عندناش الايمان والصبر مثلا، وان احنا ان كل حاجه بقدر. بص يعني هو بيقولوا في دراسه بتقول ان الطاقه هي عباره عن التركيز، معتمده على التركيز اكتر، وهي عامله زي محضر حاجات عن الطاقه يا محمد، يعني هتنطلق دلوقتي مع الناس. هننطلق في الطاقه على طول. عن الطاقه فرصه ان المشاهدين يسمعوا بقى ايه هي الطاقه الايجابيه بالظبط. يعني هو بيقولوا ان الطاقه دي بتعتمد على التركيز، وعامله بالظبط زي الطاقه الضوئيه والطاقه المغناطيسيه، مرتبطه بجسم الانسان. فالانسان لما بيركز على حاجه لو هي ايجابيه بيكتسب منها طاقه ايجابيه، ولو هي سلبيه بيكتسب منها طاقه سلبيه وبتنعكس على حياته. تمام. فهو دلوقتي لو انت مثلا ماشي الانسان وبص كده للبحر، معظم الناس يقول انا عايز اغير جو، فبغير جو بروح للبحر. لما بيبص للبحر بيحس بطاقه ايجابيه، بيكتسب من البحر نفسي او تاثير نفسي. وبيكتسب من الجو لانه هادئ، برضه جو البحر هادئ، واي ميه عموما. واللون الازرق عموما، واللون الازرق في ناس بتتفائل باللون نفسيا، الازرق والاخضر نفسيا. بالظبط كده. والناس بتقعد على النيل كده، وناس ايوه، في الوان برضه بتهيئك برضه نفسيا انك تاخد طاقه ايجابيه من الالوان اللي انت بتلبسها كمان. بالظبط. بيقولوا كمان ان تاثير الطاقه الايجابيه دي لو انت بتزور مريض، لو انت رحت له كده وانت متاثر وفي حاله سيئه، المريض بيشحن منك طاقه سلبيه، وانت كمان بتشحن منه طاقه سلبيه. فانت بدل ما تروح تزور عشان تخفف عنه زودت تعبه. في ناس يقولوا انا حتى لما رحت زرت فلان دوت انا رجعت من عنده تعبان،
لان انت شحنت منه طاقه سلبيه وهو ازداد تعب. برضه بيقول ان العكس بقى، لو انت رحت للمريض وبطاقه كده وكلك تفاؤل مبتسم بابتسامه خفيفه وان شاء انت الله كويس، هتخف، انت بالظبط، هياخد تمام. من الروح دي. هو بياخد من الروح بتاعتك دي وبتسرع من فرصه شفائه. صح، ده وفي حقيقي. نفس الوقت انت برضه تبقى عندك طاقه ايجابيه ان انت عملت حاجه بالظبط، كويسه، ان انت قدرت مبسوط ترسم بسمه على وشه في اللحظه اللي انت زرته فيها. بالظبط كده. يعني نفهم من كده ان الطاقه الايجابيه والسلبيه للاشياء وللاشخاص. للاشياء مرتبطه ارتباط آه. مباشر. والانسان يعتبر اكتر حاجه، لان انا اللي بصنع، يعني انا اللي بصنع هو ده ابتسامتي اللي انا كنت عايزه اقوله، بالظبط كنت عايزه اقول كده. للناس كده. أيوة. فكره ان انت اللي تصنع لنفسك بونبونات السعاده بتاعتك. أيوة. يعني شايف الظروف مش قد كده، خلاص انت اعمل لنفسك واقع موازي كده، اعمل لنفسك دماغ، امشي فيه، انبسط، حاول تبسط نفسك بنفسك. يعني ما تستناش ان السعاده تجيلك من غيرك. بالظبط. اكيد، هو ده ان اللي انت أنا كنت عايزة تبدا أقوله. تبحث عن السعاده وتحققها. بالظبط. ويا سلام بقى لو احنا كمان قدرنا ان احنا نحقق السعاده للي حوالينا، ده ان دي في احنا حد ذاتها نعمل سعاده. هو دي رساله سعاده للي برضو حوالينا. لما قالوا ان الدراسه بتقول ان الطاقه، ان الانسان بيبقى عامل زي الطاقه او بيبقى مشع. فلما في درجه الاشعاع دي لها تاثير على اللي الاشخاص حواليه. اللي حواليه بالظبط. عشان آه. كده ممكن تقعد مع واحد تقول يا بصراحه انا خرجت من الراجل ده حسيت معاه براحه نفسيه ارتياح نفسي. وبهدوء وكده وبتاع، وتشحن منه طاقه بتديك دافع للامام. للقدام، صح. وفي واحد تقعد معاه تكره تكره نفسك او نفسك. يا ايه ده جاب لي احباط، ايوه ده والله عمل لي صح، يجيب لك تأثير. كل الاحباط اللي هو تقعد بالظبط. معاه عندي تاني تلاقي يقول نفسك بتنفر منه دي بالظبط. حقيقة. تلقائيا. ده حتى لو تلاحظ حتى الناس البسيطة، الناس البسيطة جدا تلاقيهم عايشين عيشة بسيطة جدا، وقاعدين ممكن يكونوا بياكلوا مثلا حاجات بسيطة جدا بس سعادة، لأن هم خلاص يعني عودوا نفسهم إن حتى مجرد لمتهم مع بعض وإن هم ياكلوا سوا بالنسبة لهم دي سعادة، وسعادة جامدة. بالظبط بجد كده. فعلا لو تروح للناس اللي هي في الريف وتحس إن أنت مش عايز تمشي من أيوة. عندهم. بصي، هو زي ما انجي بتقول كده ان انت بونبونية السعادة، ازاي انا اخد بونبونية السعادة او اصنع لنفسي إزاي أنا كده. أصنعها لنفسي. ممكن في عز ما انا مهموم جدا، ودي عن تجربة، جرب بس ابتسم ابتسامة خفيفة كده، ابتسامة خفيفة هتلاقي نفسك بتضحك ازاي. هو كده لأن أنت بدأت انت شحنت نفسك شحنت نفسك حاجة بسيطة. شحنت نفسك بطاقة إيجابية. فبالتالي الطاقة الإيجابية الدراسة بتقول إن الطاقة الإيجابية أكتر من الطاقة السلبية ب6000 مرة. فتخيل أنت شحنت نفسك بطاقة إيجابية بسيطة جدا بتديك باور وتديك ودافع اللي بقى انتعاش تكمل باقي وسعادة. اليوم. بالظبط كده، انت وانت تقدر تكمل وتقدر تكمل يومك عادي. وبرضه بينعكس على الآخرين، لأن أنا النهاردة لما أكون مبسوط عدوى وكويس. السعاده. عدوى السعادة هي دي، هي مش عدوى، هي تبقى طبعا قاعد في مسرحيه بالظبط. واحد ضحك، لو الافيه حتى مش قد كده بالظبط. كله بيضحك. كله بالظبط. بيضحك على صوت الضحكة. وممكن مش في صح؟ ده مسرحيه، حقيقي. انت لو مثلا لو راكب في مواصلات وحد بيكلم حد وبيضحك وكل شويه بيضحك، ودي حصلت كتير مثلا في ايوه الغرب تلاقي نفسك كده، بتضحك بيقعد معاه مع انك انت بتضحك. مش عارف هو بيضحك عليه اساسا. بالظبط. ولكن هي بالظبط كده عدوى السعاده. فهو كده، وتاثيرها على البيت وعلى الافراد وعلى المجتمع اللي حواليك كلها. ان انا حتى لو انا داخل بيتي وانا متضايق وزعلان، مجرد مثلا ما بشوف ابني او مش عارف ايه ببقى ازاي ابعد عني مش كده. لكن لو انا مبسوط وسعيد بحاول ان انا اوصل السعاده اللي اللي جوايا حواليا للي وابدا حواليا. ان انا فعلا بالظبط. اتكلم معاهم كويس بالظبط. المهم جدا. بس ان الناس ما تحسش ان احنا بنطلع نقول الكلام ده وان الفعل اصعب من يعني الكلام سهل دايما. لا، بالظبط. التطبيق دايما بيبقى فيه. بس خلينا نقول ان السنه هتعدي، خلينا نبقى متوقعين. يعني بالظبط. اي سنه هيبقى فيها صعوبات. بالظبط. تمام. اي سنه هيبقى فيها صعوبات. بس لو بس انت بدأناها تتأقلم ازاي بتفاؤل مع الصعوبات هتبدأ دي او الظروف تبقى مرن. يعني الدنيا يوم مش حلوه يوم حلوه، انا في الحالتين انا هبقى حلو. بس وحاجه هي دي تانية، انا الفكرة. كان معايا ضيف في احد الحلقات من البرنامج ده، كان معايا دكتور في اخصائي نفسي كان بيتكلم ان احنا في حاجه، احنا على فكره اللي ماشيين العقل اللاواعي. بيقول ان انت مثلا لو انت صحيت من النوم الصبح ولقيت نفسك انا مخنوق ومتضايق هتقنع وقرفان نفسك داخليا. وعطيت نفسك الاقناع، بيبدا العقل بقى يشتغل على كده. الاول يقعد انت متاكد ان انت عاوز تدخل في مود الزعل، انا مكتئب النهارده، فانت خلاص انت خلاص مفيش. دخلت، تلاقيه فعلا بيبدا اريكشن فعلا يديك الايحاء فعلا بانك انت خلاص متضايق ومش انا مش خلاص طايق مكتئب نفسك النهارده، وخلاص ما حدش ومكتئب. كلمني. وتطلع تلاقي في حاجه بيقول لك رسائل كونيه، بيبدا العقل يبعت لك رسائل كونيه. تفتح التلفزيون تلاقي غم، تنزل تكلم حد في التليفون يقول لك خبر يجيب لك يقول لك نكد، ده انا اليوم لان اتقفل انت معايا. بدات الموضوع انت من الاول. عدوى النكد بقى مش عدوى السعاده. في والله فعلا بتحصل. بالظبط. تتصل بحد تشكي يقول لك ده انا كمان عندي مش أيوة، عارفه ايه أيوة. وعندي ايه. قال لك ده حقيقي، لانك انت لان فعلا ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، انا عند حسن ظن عبدي بي. بالظبط. اذا جاءكم خير فمن عند الله واذا جاءكم شر فمن انفسكم. أنفسكم. يعني انا اللي بصنع لنفسي الشر
لكن الخير بيجي لي من عند ربنا. تمام. فايه بقى برضو من ضمن التفاؤل، لو انا صحيت ومتفائل وتمام، تصحى تلاقي الناس كلها مبسوطه، تيجي تتكلم مش عارف تلاقيه برضو بيضحك معاك فرحان، لان انت بدات يومك بالابتسامه والتفاؤل. تمام. على فدي فكرة هو برضو من مفيش ضمن حد برضه الحاجات. بيعيش سعيد على طول عشان نبقى متفقين. لا الفكرة بس ان اللي هو انت التفاؤل. لو جربت المر هتحس بطعم الحلو بعد وان كده. انا لما يحصل لي حاجه اقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ان الحمد لله خير. تمام. ربنا يمكن يكون اللي بيحصل لي ده يكون في حاجه احسن ربنا هيجيبها لي. ولما يجي الحلو هحس بحلاوته، ما انا عشت بالظبط. المر فدقت الحلاوه اللي حقيقي. جايه، فيمكن في سنه جديده معاها حاجات حلوه يا جماعه، شاء نحاول الله لعل نتفائل. الافضل خير اسمه الصبر بقى، احنا يعني بنقول ان هو كلنا. الصبر. ايوه بالظبط. عشان كده في الدراسة كمان بتقول ان هو في خطوات اصلا للسعادة او حاجات، واول خطوة هي ركزت عليها قالوا موضوع الصلاة. لان الانسان اصلا، وكمان وفي دلوقتي في دراسة في ناس اللي هو السجود كمان، السجود بيبقى اقرب للانسان من الارض، لان الانسان مخلوق طبيعي من طين. من تين. فالمكون بتاع الارض نفسه مع بيمتص المكون الطاقة السلبية. بيمتص الطاقه السلبيه من الانسان وبيديله طاقه ايجابيه. عشان كده تلاحظ دلوقتي في الغرب ان طرق العلاج للطاقه السلبيه تمارين ايوه اللي والاكتئاب بي هم بيحط لازما يسجد او يحط راسه على الارض. واي صلاه على فكره عشان برضو ما يبقاش لا كلامنا لا مقتصر احنا ما على صلاه بنتكلمش عموما، الروحانيات عموما الروحانيات. بتدي نوع من الارتياح النفسي بالظبط كده. والتصالح مع النفس، يعني تحس البني ادم ده عنده نوع من الهدوء الداخلي. بالظبط. هو الغرض بيقول اللي هو السجود نفسه ان انت بتقربي من الارض، فبالتالي بتاخدي تكتسبي دراسات، طاقه بس ايجابيه دراسات. وهي بتمتص منك الطاقه السلبيه. بس عموما اي انسان علاقته حلوه بربنا او بربنا، بالسما هي دي. فبيبقى هو هي شخص دي. كده فيه ده حقيقي. نوع من الارتياح يعني. ما هو- وبعدين على رأي عبد الحليم حافظ، انتوا عارفين بحب القديم بقى. ايوه. ليه تشغل ايوه لا بالك وبالعكس ليه؟ كانت كانت صح على كده؟ طول كل ما راجعه النهارده في الحاجات القديمه في البرنامج والنجوم الفن القديم الجميل. انا بحب القديم، فبيقول لك واسمه ايه حتى زمن الفن الفن الجميل. الجميل. بس ليه كده. تشغل بالك ليه على بكره وتبكي عليه ليه؟ الله. مين عارف هيكون ايه، مين عارف. وليه اغنيه تانية برضو في نفس السياق، معلش يا جماعه يعني، اتفضلي. اللي هي بتقول ليه تحسب الايام وتعد لياليها، ليه تفتكرها الام ايش عرفك بيها. بس صح كده فعلا. شفتوا بقى، مش عارفين انتوا بكرة. تفائلتوا كده باللي انا فعلا بقوله. ايوه احنا مش عارفين كده. بكره فيه ايه، فنخلي بكره فيه خير. احنا نسيب بكره آه. ربنا، ونعم احنا بالله. عشنا اليوم ده خلاص هنعمل اللي علينا وزي ما تيجي احنا هنتأقلم بس كده. ما هو بيقول لك حتى اعمل لدنياك انك تعيش كأنك ابدا، تعيش أبداً. واعمل لاخرتك كانك كأنك تموت تموت غدا. غدا. بالظبط. فهو المفروض فعلا ان احنا نسيب كل حاجه فعلا ربنا، بس نخلي عندنا نظره امل ونظره برضه من ضمن تفاؤل. الطرق اللي هي البونبونات السعاده دي، أو هي دي اللي أفيون احنا السعادة في أفيون بعض الأقاويل، بس السعادة. عشان إيه؟ بس عشان ما بلاش نفهمش نحط غلط يعني. هيتقال انا بس علينا. يا جماعه مش قصدنا حاجه على فكره يا جماعه اه خالص. مش الافيون التاني، لا كده لا، حاجه لا، تانيه. بالظبط. ده افيون ما السعاده حدش احنا يفهمنا غلط. اللي هو يعني غرضنا برضه شريف. أيوة. النظر للميه، او زي ما قلنا الالوان الهاديه بتريح الاعصاب جدا زي ما بنقول. الميه، البحر، في ناس بتبص للسماء، الاطفال على فكره، الاطفال مصدر بهجه طاقه. بالظبط كده، مصدر بهجه جدا للانسان. حاجات كتيره جدا. انت عارف ان في مقوله بيقول لك ان انت المفروض لو انت متضايق تقعد مع شخصين، والشخصين دول اكيد هيطلعوك من حاله الضيق اللي انت فيها. من جوري السعيد اللي هو بقى يسعد. لا طفل ولو راجل كبير في السن. عشان دول مش شايلين هم الدنيا. ليه بقى؟ الراجل الكبير في السن ده هيعلمك، هيديك حكمه بالظبط. يخليك تعدي اللي انت فيه، او هيديك نصيحه هتخليك تكتسب منه طاقه، لان من التجارب اللي هو عاشها. والطفل، ان الاطفال كيوت صغننين بيبقى عندهم بيور قوي، في نقاء. ابتسامه، بيلعبوا، هيخليك تعيش معاه اللحظه اللي هو بيعيشها دلوقتي، فهينسيك الهم اللي انت فيه. يعني من اكتر الاشخاص اللي انت لو في وقت زعلك تقعد معاهم، يعني من ضمن برضو المقولات برضو اللي انا سمعت عنها. في برضه بصراحه انا جربتها يعني. وفي شوكولاته برضه، ده ناس يعني الاطعمه لا ده باب بالظبط. لوحده بقى يعني، خليه بقى في ده فقره تانية يا محمد بالظبط. اه يعني. باب الاطعمه ده حاجه تانية. الأطعمة بالظبط، في ناس ان بتاخدها الناس تاكل بالظبط، شوكولاتات. دي من أسباب السعادة برضه، اللي بتدي للإنسان طاقة إيجابية وبتدي له باور أصلا يقدر يكمل يومه وكده. وأنا بالنسبة لي طاقة السعادة بالنسبة لي هي القهوة طبعا، دي على فكره لو انت أساسي. بتحب حاجه اكيد بتبقى بالنسبه لك بالظبط. بتشعرك بالسعاده، حتى لو انت ما دام انت بتحبها. ما هي دي البونبونيه اللي هي بيقولوا عليها دي. هي دي. اغنيه ان انت أكلة، تشوف ايه اللي بني بتحبه آدم. وتعمله. بالظبط. هناخد بقى كلمه بقى اخيره للمشاهدين عشان خاطر نهايه الفقره. خلي عندك طاقة إيجابية مهما كانت السلبيات اللي بتقابلها في حياتك، خليك إيجابي. أي سلبيات هتعدي، أيام عدى علينا قبل كده سلبيات ولكن تجاوزناها. لما تيجي تبص للمشكلة اللي عدت قبل كده وتيجي تتذكر هو إيه اللي حصل وعدت بصعوبتها وبمرها بحلوها، ولما جه الحلو بعد كده اكتشفت إن كل اللي فات ده كله كان ولا شيء، ولكن ده كان قدر وانكتب عليا.
فخلينا عندنا ايمان بربنا، خلينا عندنا طاقه ايجابيه، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه سعيده عليكم وعلى الناس كلها. كلمه بقى منك. احب اقول للناس فكره يا جماعه ان السعاده قرار داخلي. انت بتعيش الحياه مره واحده، كلنا بنعيشها مره واحده، بدل ما هنعيشها مره واحده يبقى هنقرر ان احنا نستمتع بكل حاجه، مطرح ما ترسم دقلها زي ما بيقولوا كده بالبلدي، كل دقيقه كل ثانيه انا هحاول ابسط نفسي بنفسي. فارجو ان انتوا تخلقوا لنفسكم بونبونات السعاده بتاعتكم، وزي ما قال محمد كله بيعدي، كل حاجه بتعدي، فخليك انت الشخص الايجابي في حياه غيرك وفي حياه نفسك او طبعا بقى يعني اعطيناكم طاقه ايجابيه كامله بقى، اتمنى بقى ان تاخدوا بقى الشحنه بتاعت الايجابيه اللي احنا قلنا لكم دي، وتبداوا بقى بيها بنايه السعاده، ان انتوا تبحثوا على الحاجات اللي بتفرحكم، ايه الحاجات اللي بتسعدكم وتعملوها، وتبداوا السنه الجديده في ابتسامه. كل سنه وانتم طيبين وسنه جديده. القاكم بعد الفاصل، انتظروني فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا، ومعانا ومعاكم ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور سامح عبد الحميد، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان. اهلا بك يا دكتور، نورتنا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتنا. أهلا كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب. طبعا كل سنه وحضرتك طيب. اولا طبعا بمناسبه وحضرتك العام طيب. الجديد، وبمناسبه بقى العام الجديد كل الناس بتبحث عن الابتسامه الجميله او السمايل وتبييض الاسنان. فكنت عايزه حضرتك بقى ايه الخطوات اللي ممكن نبدا نعملها في جراحه تبييض الاسنان؟ تبييض الاسنان دي بتبقى تعتبر من الحاجات السهله جدا اللي بتتعمل دلوقتي. هي بتبقى وان فيزيت بالنسبه للعيان، جلسه واحده بتتقسم ل3 سيشن او 3 بارت، 3 اجزاء، كل واحده فيهم بتبقى ربع ساعه تقريبا مدتها. اول حاجه احنا بنحطها ماده تفتح مسام السنه، بعدين بنحط ماده تانية بتبيض السنه نفسها من داخليا من 7 درجات ل 11 درجه تقريبا، وبعدين بنحط ماده تانية بتقفل مسام السنه. دي بتعتبر من افضل الحاجات دلوقتي اللي بتتعمل في ان احنا نبيض السنان، بس مش بتنفع مع كل الحالات. انا لسه كنت عايزه اسال حضرتك، يعني انا مثلا دلوقتي مش اي حد ممكن يستخدم الطريقه دي؟ بالظبط، لان في بعض الحالات بتبقى السنه نفسها بتبقى واخده كذا لون، فاوريدي التبييض نفسه بيغير في كل الدرجات بتاعت السنه نفسها، فكلهم بيفتحوا بنفس الدرجه. يعني مثلا تمام. الجزء دون هيتفتح ب7 درجات، هو نفس الجزء دون برضو 7 درجات، فاوريدي بعد التبييض هيبان جدا ان في فرق في درجات لون السنه. وده بيأثر على حساسية معنى كده السنة؟ في انواع للتبييض صح كده؟ في انواع للتبييض، أيوة، في نوع كمان بيتعمل كمان في البيت نفسه. احنا تمام. بنعمل جهاز كده للعيان بيبتدي يحط فيه الماده بتاعه التبييض، وبيلبسه لمده اسبوع تقريبا، كل يوم بيغير الماده لغايه لما يحصل على النتيجه اللي هو يعني حاسس ان هو راضي عنها. طب وده بيأثر بقى على حساسية السنة نفسها؟ هو بعد التبييض تقريبا لمده 24 ساعه بيبقى في حساسيه جامده شويه في السنان، دي بنستخدم لها مواد بتبتدي تهدي من الحساسيه بتاعت السنان نفسها. والفكره كلها فقط ان احنا بنخلي العيان لمده 24 ساعه يبقى اكله وشربه كله حاجات بيضاء، بحيث ان ما يخشش صبغات في السنان تبتدي تغير الدرجات اللي احنا عملنا تبييض فيها تاني. يعني بقى بنمنع بقى جميع الشاي والقهوة بالظبط كده، اي حاجه فيها لون بنمنعها خالص. معنى كده ان الطعام والاكل والشرب له تاثير مباشر على تبييض السنان. بالظبط كده. عشان كده مثلا بننصح ان هو بعد، حضرتك بتقول بعد 24 بعد ساعه 24 يبتدي ساعه يمارس حياته الطبيعيه جدا عادي. طيب مفيش أي الانسان مشاكل. ازاي يتجنب مثلا الانسان الطبيعي العادي اللي هو عايز مثلا اسنانه تبقى بيضاء بطرق بسيطه، يعني بطرق عاديه مثلا مش هي بتبقى اهم حاجه استخدام الفرشه والمعجون يوميا، تمام؟ صباحا ومساء. اهم فتره اللي هي بتاعت بالليل قبل ما يخش على السرير على طول، ولا ياكل ولا يشرب بعديها خالص. تمام. دي اهم حاجه. طب وهل استخدام الفرشة والمعجون بالنسبة للأطفال برضو بيبدأ من قد إيه؟ أبدأ إن أنا أعلم الطفل مع إن هو ظهور يبدأ اول سنه يستخدم الفرشة والمعجون؟ مع اول ظهور سنه في بق الطفل، يعني من البداية؟ من البدايه خالص بيبقى ليهم فرش مخصصه للاطفال ومعجون مخصص للاطفال، بحيث ان هو لو طبعا حتى اتبلع بيبلعوا ما فيهوش اي تاثير خالص. بس هي الفكره كلها ان احنا بنحاول ان احنا نعودهم من هم صغيرين ان هم يستخدموا الفرشه والمعجون. طيب دوت بقى بالنسبة تبييض الأسنان. تبييض الأسنان. بالنسبه بقى للحالات اللي هي بيبقى فيها كذا درجه في لون السنان، احنا بنعمل لهم البديل بتاعهم مش التبييض، احنا بنعمل لهم في كذا حاجه تانية. في اللي هو الهوليود سمايل. الهوليود سمايل دي بيبقى عباره عن العيان بيجي عندي في العياده وباخد له مقاس، ببعته المعمل، وفي خلال اسبوع بالظبط بتجيلي حاجه اسمها هوليود سمايل. الهوليود سمايل دي بتبقى تركيبه بتتركب على السنان كلها،
دي بتبقى افتح حاجه تقريبا في لون السنان. هي فقط يعني درجتها بتبقى افتح من درجه لون السنان نفسها، اللي هو بكتير. ده مثلا سناني انا لو انا رايحه اعمل الموضوع ده. بكتير اه بالظبط. العيان بيقدر يشيلها ويحطها هو بنفسه، مش محتاج اي حاجه تانية. بس بيبقى الفكره كلها فيها ان هو ما يقدرش ياكل عليها حاجات ناشفه، بيبقى كل اكله وشربه يعني اقدر حاجات سخنه. استغنى عنها في البيت، ان انا مثلا في بالظبط البيت ما استخدمهاش واستخدمها بس وانا خارجه بس، بالظبط كده. بحيث ان انا احافظ على شكل السمايل. اه بالظبط كده. للخروج بس او اه للمظهره الخارجيه بس، او لو في مناسبه معينه. في ناس بترتديها خصوصا في الاعياد والمناسبات. في ناس بتحب ان هي خصوصا مع السنه الجديده والاعياد، ففي ناس بتحب ان هي حاجه اسنانها بيضه بتديها طاقه ايجابيه اكتر وحاجه كده، من ان موضوعنا اصلا كان بيتكلم عن شكل الطاقه اكتر الايجابيه. وخروجات، بالظبط في مناسبه، في خطوبه، في فرح، الكلام ده كله بالظبط هم بيفضلوا يعملوا الحاجات دي احسن. طب وهل دي بقى ليها تأثير بقى على لا لا خالص يعني ملاش أي تأثير ولا أي حاجة خالص. خالص؟ طيب كنت عايزة أسأل حضرتك بقى بالنسبة بقى لزراعة الأسنان. زراعة الأسنان دي حاجة يعتبر موست ريسنت، يعني هي بقى لها فترة، بس دي يعتبر أفضل حاجة موجودة حاليا في طب الأسنان. بيجي لي عيان مثلا هو خالع ضرس، فبيبقى عاوز ي- يعني يرجع طبيعة سنانه تاني اللي هي للوظيفة بتاعتها. يعني يعوض الضرس أو اللي هو فقده. بالظبط كده. اه زراعة الأسنان دي بتبقى عملية، احنا بنفتح في اللثة نفسها، وبنحط مسمار في العظم نفسه، وبنقفل عليه تاني. بتبقى المدة اللي أنا بقفل عليها في المسمار من 3 شهور ل6 شهور، على حسب إن المسمار والعظم يبقوا قطعة واحدة. وببتدي بعديها بعد ما أتأكد إن العظم والمسمار بقوا حاجة واحدة، ببتدي إن أنا أفتح تاني جزء بسيط جدا وأركب طربوش. دي بتبقى أفضل حاجة، مبضطرش إن أنا أبرد الضرس قبليها ولا أبرد الضرس بعديها، بحيث إن أنا أرجع الضرس دون تاني. إن الحل البديل بتاعها إن أنا بعمل حاجة اسمها كوبري. الكوبري دون بضطر إن أنا أبرد الضرس الأولاني والضرس اللي بعديه المكان الفاضي، ويجيلي 3 مع بعض راكبين بيعوضوا اللي هو الضرس اللي مش موجود. في زراعة الأسنان دلوقتي هي دون يعتبر أحسن حاجة. وكمان الميزة فيه طبعا الحاجة اللي ربنا خلقها ما بتتعوضش طبعا. ده أكيد طبعا. طول ما الضرس موجود في مكانه في العظم، فما بيحصلش تآكل في العظم في المنطقة يعني دي. معنى كده ان انا بزرع الضرس اللي انا خلعته نفسه هو، ولا لا، هو دون مادة عبارة عن تانية؟ مسمار. بالظبط. ده معمول من مادة التيتانيوم. تمام. التيتانيوم دي ميزتها ان هي ما بتأثرش على العظم ولا تمام. بتتفاعل مع العظم، بل بالعكس هي مادة كومباتبل، يعني موافقة جدا للعظم، بحيث ان العظم يمسك فيها بسهولة، ما يحصلش اي مضاعفات. فتبتدي ان هي والسكسس بتاعها عالي جدا، نسبة 98% تقريبا كل الحالات ناجحة. في بعض الحالات اللي احنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نتابع معاها، زي مثلا مريض السكر. أنا لازم كنت لسه أسألك، لأن طبعا مرضى السكر للأسف يعني أكتر حاجة بتتأثر عندهم هي الأسنان. بالظبط كده. اه هي مشكلة مريض السكر ان لو السكر بتاعه عالي اوريدي، ممكن الزرعة تفشل، فبيضطر ان هو لازم يبقى مظبط السكر بتاعه. يعني ويبقى كمان حتى لو هو عمل عملية زراعة أسنان ممكن برضه نتش بسبب مرض السكر، بالظبط مع كده. إنه المفروض إن هو يعني بيعمل حاجة جديدة يعني. لا، ما هو الفكرة كلها ان هو مريض السكر نفسه مش سهل ان يحصل عملية ان هو يمسك المسمار يمسك في العظم، خصوصا لو هو عالي. لكن لو هو مظبطه، لا، بتبقى السكسس بتاع الامبلانت نفسها عالي جدا، بتوصل ل 95%. يعني بتبقى سهل سهلة جدا، يعني تعتبر عملية الزراعة كلها بتبقى تقريبا 10 دقايق. بتبقى ببنج موضعي مش ببنج كلي، فده يعتبر من احسن الحاجات اللي بتتعوض انا لسه دلوقتي. كنت اسالك ان مشكله ان اي حد بيخاف دكتور السنان يعني البنج. التخصص الوحيد اه اللي اي حد بيخاف يروح يكشف اسنان بالظبط. بسبب البنج وحقنه بس البنج هو دلوقتي حاليا والالم كمان بتاع. احنا بنحط مثلا بنج موضعي قبل الحقنه كمان، عشان العيان ما يحسش بالحقنه قوي. طب فده ده كويس جدا بتقلل يعني. الوجع كتير جدا عن ده يبقى قبل تشجيع كده. يروحوا بقى لدكتور السنان خلاص. بالظبط. مفيش الم دلوقتي اهو، الدكتور بيطمنكم. بس فهو الموضوع كله سهل جدا، ما فيهوش اي مشاكل خالص. بالنسبه للزراعه، الميزه الوحيده فيها برضو كمان ان لما بحط زرعه ما بيحصلش نسبه التآكل في العظم لو اي تركيبه تانية محطوطه. يعني انا لو عامل بريدج اوريدي بيحصل تآكل في العظم اكتر من لما انا اكون حاطط زرعه في العظم نفسه. فدي حاجه كويسه جدا.
احنا بنستفيد بيها فيما بعد. يعني اذا هو الجديد دلوقتي بالنسبه لجراحه الطب الاسنان هو الزراعه ولا في زراعه الاسنان ده احدث حاجه بالنسبه لطب الاسنان؟ بالظبط. في حتى كمان كان قبل كده كان هو دلوقتي هم بقوا بينزلوا حاجات حديثة جدا ان هي لو العظم مش متوافق يبتدوا يخلوا المسمار نفسه مثلا معوج في العظم شوية، والجزء اللي هو من فوق معمول بزاوية معينة بحيث ان الطربوش لما يركب يبقى في مكانه الصح. لان طبعا احنا قبل ما بنعمل زراعة الاسنان احنا بنطلب اشعة معينة اسمها السي بي سي تي، دي تكون بيم سي تي، بشوف كثافة العظم نفسها قد ايه، وهل العظم دون يستحمل ان انا احط زرعة ولا لا. يعني وعلى كمان أساسه بيتحدد هل هيصلح ولا لا. بالظبط، وطول المسمار وعرض المسمار السمك، يعني كل حاجة بنحددها من قبل ما نعمل عملية خالص. ان برضو في بعض الحالات ما ينفعش معاها في الزراعة. طيب، لو اوريدي ما عنديش عظم. بمناسبة الطربوش، في ناس بتبقى عنده كسر في سنة أو كسر في الضرس، فده ما بيعرفش مثلا يقول أنا مش عايز أخلعه، فمعظم الأطباء بيقولوا نركب لك طربوش. إزاي بنركب الطربوش وفي نفس الوقت ما بيبانش له أثر خالص وبيظهر كأنه سنة عادية جدا؟ هو دلوقتي في 3 انواع دلوقتي حاليا احنا بنعوضهم. تمام. في طربوش اسمه البورسلين، تمام. وفي اللي هو الاي ماكس، وفي الزركونيا. يعتبر اعلاهم شكلا ويعني واخد اكتر حاجه ما تقدرش تفرقها عن السنه الطبيعيه، تمام. اللي هو الاي ماكس، بعديها الزركونيوم، بعديها البورسلين. تمام. الثلاثه بيرجعوا الشكل الطبيعي بتاع السنه خالص. تمام. الفكره كلها فقط لو انا عندي في السنان اللي قدام وعندي كسر بسيط، بحط حاجه اسمها فينير، لامينيت فينير. لامينيت فينير دي بيسموها العدسه اللاصقه بتاعت الاسنان، دي بتيجي بنفس درجه لون السنان. دي بناكل جزء بسيط جدا من السنه من ناحيه بره، وبعدين بناخد مقاس، وبعدين بالجنه بنلزقها على السنه، بتبقى هي والسنه حاجه واحده خالص. برجع الشكل الطبيعي بتاع السنان وممكن اكل عليها عادي ومفيش اي مشكله. ما فيهاش اي مشكله خالص. الضرس برضو بيبقى له طربوش؟ الضرس بيبقى له طربوش، دون اللي احنا بقى بنستخدمه في الضروس اكتر. تمام. اللي هي الطرابيش، ما اقدرش استخدم الفينير في الضروس. تمام. الطربوش نفسه يعني هو انا ببرد الضرس، تمام. وببتدي ان انا اخد له مقاس، وبعدين ابعته المعمل يجي لي، بحط الطربوش مكانه، بيجي بنفس لون السنين، بيرجع الوظيفه الطبيعيه بتاعت الضرس، والحياه بتبقى عاديه خالص، ما فيهاش اي مشاكل خالص. ازاي بقى احافظ على اسناني ان انا ما يعني قبل ما توصل لمرحله بقى ان انا بقى يبقى استحاله العلاج، او ان انا اخد مراحل كبيره في العلاج؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلتي، الخوف من دكتور الاسنان طبعا ده بيخلي العيان ما يجيليش الا يعني الا متاخر، بالظبط، بعد فوت الاوان. بالظبط. لكن هو لو جه من الاول، يعني بدايه تسوس مثلا، بنبتدي نشيل تسوس نحط حشو. نفترض ان هو لا زاد شويه تسوس، بنبتدي نعمل حشو عصب، لان انا بحاول بقدر الامكان ان انا احافظ على الضرس في مكانه. طول ما الضرس موجود في مكانه بيبقى افضل طبعا بكتير على كميه العظم اللي بتبقى موجوده. ببص على حاجه الوظيفه بتاعته بترجع طبيعيه، ما فيهوش اي مشاكل خالص. اهم حاجه بتبقى استخدام الفرشه والمعجون، دي اهم حاجه يوميا قبل ما يخش على السرير، دي اهم واحده. وما يشربش ولا ياكل بعديها خالص، هو ميه اونلي. لكن هو لو اتاخر عن كده، لو وصل لحاله ان التسوس يعني وصل ان هو بقى يفصل وصل الجذور عن لمرحلة إن بعضها. محتاج انا كنت عايز تدخل اسال جراحي. حضرتك في الجزئيه دي، آه. ان التسوس دلوقتي بقى انا دلوقتي حضرتك احنا بنقول الوقايه، طب انا دلوقتي جالي تسوس، ازاي ابدا؟ في مثلا في تنظيف وفي حشو وفي كده، بالظبط. فايه الاجراء اللي انا بعمله عشان اني احافظ على الجزء المتبقي من السنه او من الضرس؟ هو اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا ما يجي لنا العيان تمام. لو التسوس بسيط جدا، احنا بنشيل التسوس وبنحط الحشو عادي جدا. ده اللي هو الحشو العادي. بالظبط. آه. الحشو المده بتاعته بتبقى يعني مش اقل من 20 سنه. ده الحشو في انواع حشو، في جير وفي لا، في نوعين من الحشو. تمام. في نوع بيسموه الليزر، وفي تمام. الحشو اللي هو الابلاتين. تمام. الابلاتين دلوقتي يعني مبقاش استخدامه كتير قوي، تمام. بقى معظمه اللي هو الحشو الليزر. بس طبعا ده يتوقف برضك على المريض بالنسبه لي، بالظبط. ان هو لو اهتم بالفرشه والمعجون يوميا، خلاص اوريدي مش هيحصل ريكورنت كيرز او مش يحصل تسوس هيحتاج جديد. بقى ان يوصل لموضوع بالظبط. التسوس. بالظبط. لكن هو لو ما حافظش على الفرشه والمعجون، اوريدي هيحصل تسوس جديد، والحشو يبتدي يقع، والضرس يسوس من جديد. فدي طيب، بتبقى مشكله العيانين. هناخد بقى حاجه معلومه برضو بالنسبه للاطفال برضو، عشان برضو ما نبقاش برضو نسينا اطفالنا برضو في الاسنان اللبنيه بتبقى يعني لحد من سن كام يبدا مثلا الطفل الاسنان اللبنيه بتبقى موجوده، وازاي احافظ عليها؟
اسنان الاطفال بتطلع من عند 6 شهور لغايه سنتين ونص. بتبتدي تبدل من عند 6 سنين، بتبتدي بالاسنان يعني من 6 سنين بتبدا الاسنان اللبنيه دي خلاص تبدا بقى بتبتدي تتبدل لغايه 12 سنه. بعد كده خلاص بقى بعد لو كده اللي بيقع ما خلاص. بيرجعش تاني. 12 سنه، لان بالظبط. في ناس فعلا اللي لما راح ما اطفالها رجعش. بيتاخروا في خلع اسنانهم او كده بيبداوا يقلقوا. طب ليه اصلا وصل مثلا 8 سنين او 10 سنين والى الان اصلا اسنانه اللبنيه ما وقعتش مثلا؟ لا، ما هو بيبتدي التبديل نفسه تمام. من 6 سنين تمام. لغايه 12 سنه. 12 سنه. أوكي. في بعض الاباء والامهات طبعا بتبقى عندهم معلومات خاطئه، بالظبط. بحيث ان هو ممكن يخلع للطفل وهو صغير، فاوريدي هو هيبدل، فممكن يخلع له مثلا من 5 سنين بالظبط. بس ما الضرس يحصلش دون إنه مش هيطلع تبديل. الا عند 12 سنه. يعني فهو اذا already- نبدا نحافظ على الاسنان اللبنيه لحد سن 12 سنه على قدر الامكان، اللي هو في وقت التبديل. بالظبط. وبعد كده بيبدا بقى نعود بقى الطفل ان هو يبدا يعتني ايه بنفسه. لا، نصيحه ما بقى هو اخيره بيبتدي من لمشاهدينا. اول بيبتدي من اول خالص ان هو يستخدم الفرشه والمعجون من اول 6 شهور لغايه هو اوريدي الام هي اللي بتبقى متابعه متابعاه، الموضوع لكن ده. بعد كده بقى بيبدا هو بقى في الفتره اللي من 12 بقى خلاص يعتمد بقى على نفسه بقى. بالظبط كده. فاهم بقى بالظبط، وبيستخدم. لان طبعا احنا لو اضطرينا ان احنا نخلع بدري عن ميعاده والكلام ده كله نبتدي نخش بقى في مجال التقويم والكلام ده كله. طيب نصيحه بقى اخيره لمشاهدينا بقى ورسالة عشان برضه، ننهي عشان فقرتنا. ورسالة لان احنا برضه عندنا الشعب ما عندوش